نتكلم بقى في الانترفيو وخباياه لما يجي يقول لك introduce yourself، هو كده مستني منك اسمك، سنك، المنطقه اللي انت عايش فيها، مش لازم يعرف البقال اللي جنبك يعني خريج ايه او بتدرس ايه، الكورسات اللي انت واخدها والتريننجز اللي انت واخدها والوركينج اكسبيرينسز. مستني منك الست حاجات دول. اول حاجه اسمك. لما تيجي داخل الاوضه ويقول لك مستر احمد اتفضل استريح، ف it doesn't make any sense ان انت لما يجي يقول لك مثلا introduce yourself تقول له my name is احمد. ما هو اوريدي عارف ان اسمك احمد، اديله حاجه جديده، يقول له مثلا احمد كذا كذا كذا، احمد كذا 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 whatever. تاني حاجه سنك. I am مش I have، مفيش حاجه اسمها I have. I am كذا years old. بعد كده المنطقه اللي انت عايش فيها. I live in هرم، I live in شبرا، I live in مريوطيه، I live in اكتوبر، I live in معادي whatever. اديله بس اسم المنطقه بتاعتك. لو هو محتاج ديتيلز اكتر اكيد اقول لك، مش محتاج يعرف الشوارع اللي جنبك. نقطه الكورسات والتريننجز، حاول بقدر الامكان ان انت تذكر الكورسات والتريننجز المرتبطه شويه بالمجال اللي انت فيه. يعني مثلا ما ينفعش تقدم في انترفيو انت كتيتشر وتقول انا واخد كورس هندسه ميكاترونكس مثلا، مش ريليتد. لو الشركه اللي انت داخل تشتغل فيها ديبارتمنت من النوع ده او فيها شغل من الشغل ده، اتس اوكي، مفيش مشكله ان انت تقوله، بس يا ريت تقول بس الكورسات والتريننجز اللي بس مرتبطه شويه بالمجال اللي انت بتقدم. بالنسبه بقى للوركينج اكسبيرينسز، الوركينج اكسبيرينسز يقول I worked at كذا as كذا، at اسم الشركه، at اسم البوزيشن او التايتل بتاعك وهكذا. شوف بقى انت الاكسبيرينسز بتاعتك قد ايه. في سؤال رخم قوي اللي هو احنا ليه لازم نقبلك؟ why should we hire you؟ طب ما انتوا لو مش محتاجين ناس مش هتطلبوا ناس، بلاش بقى، بس الاستفزاز هنعمل ايه؟ لقمة العيش لازم نستحمل. why should we hire you؟ هو مستني يشوف هو ايه اللي يشده ليك، فانت حاول تقول الحاجات القويه اللي فيك، يعني زي الاكسبيرينس بتاعتك، البيرسونال سكيلز بتاعتك، مثلا زي هارد وركر، كويك ليرنر، تيم بلاير، والحاجات بقى الشغلات اللي مالهاش اي 30. سؤال تاني يقول لك الويكنس بوينتس، اتكلمنا عن الويكنس بوينتس بتاعتك. حاول تخرجه بره خالص، يعني خده بره الانترفيو مين. يعني انا في انترفيو بالنسبه لي حصل مره، قلت له الويكنس بوينت بتاعتي ان انا ما بعرفش اعوم واصحابي بيتريقوا عليا وقعدت اضحك عليا شويه والموضوع عدى وخلاص، دخل على الكويشنز اللي بعده. طيب في بقى ناس رخمه تقول لك طب بجد بقى انت الويكنس بوينت بتاعتك ايه؟ في النقطه دي خد سترينث بوينت وحولها لويكنس بوينت. ازاي؟ انت مثلا لو هارد وركر قول له I work too hard that I lose the sense of time. مثلا انت بتشتغل جامد قوي لدرجه ان انت ما بتحسش بالوقت وهو بيعدي. او تقول له مثلا من ضمن اسباب ان انت هارد وركر ان انت مثلا فسخت مع خطيبتك، كنت بتشتغل لدرجه ان انت زعلت البنت بتاعتك من حاجه او خليتك تسيبك مثلا، او انت سبتها بسبب الشغل، تمام؟ حسسه ان انت انسان شغيل او انسان شغول، تمام؟ اسئله مستفزه، بس هنعمل ايه؟ هنستحمل عشان المام لازم تعدي على فكره الشيرز واللايكس والحاجات دي بحبها قوي، والله.